سقطت مشان المناطق الثانية كلياتها تخاف ويتهيج الشعب فيه كمان، وتطلع كل العالم لبرا. وهذا أحد أساليب الحرب الخاصة يعني، اللي يبدو أنه الأتراك دربوا فيها قوات المعارضة بشكل جيد جدا عليها، لأنه الأتراك خبراء في الحرب الخاصة وبالمسائل هاي طبعا. وعم نشوف نحن يعني أخبار عاجلة، ومن هون سقط هناك وسقط هناك وسقط هناك، ونشوف نحن نعم نجحوا. اللي كاتب لي نجحوا بهذا الشيء، نعم نجحوا بالحرب الخاصة، وهذا يحسب لهم يعني بصراحة. فطبقوا على مناطق اللي بيسيطر عليها النظام حرب خاصة شديدة جدا، استطاعوا من خلالها أنه يسقطوا النظام فيها قبل أن يصلوها حتى. يعني العساكر هربت، الضباط قسم منه هرب، بشار الأسد في موسكو مو دريان شو عم بيصير، ما بعرف، يمكن قاعد من النوم هلا، ما قاعد من النوم. فالمسألة شديدة طبعا. مسألة حصل انقلاب في دمشق، تابعت كتير، وأنا هنا ما بقولها إلا للأمانة المهنية، ما في انقلاب كان في دمشق، لكن كانت بروباغندا جميلة في بعض الأحياء خرجوا فيها الأهالي نعم في دمشق. طلعت الناس فيها، وكانت محاولة انه يحصل شيء في دمشق، وكان هذا الشيء يعني مدروس بشكل جيد بصراحة. نجح نوعا ما، لكن ما نجح بشكل كامل. بنشوف بشار الأسد رجع من موسكو إلى دمشق الآن، واتهموا حسام لوقا بأنه هو اللي قاد الانقلاب في دمشق، وبأنه راح يطلع أول بيان للانقلابيين، وحسام لوقا راح يستلم مكان بشار الأسد. وهذا الكلام من الدور يعني احنا بنتابعه. طبعا حماه نفس الشيء أيضا. كل الأخبار كانت أنه حماه سقطت، دخلوها الثوار عملوا فيديوهات أنه حماه سقطت. بروباغندا كانت ناجحة جدا، لكن يبدو استدركوها حماه، فتوقفت الأخبار الدقيقة بالموضوع هذا. أنا أتمنى طبعا مو بس حماه تسقط، أتمنى حتى طرطوس واللاذقية والشام وكل مكان، مشان ما يفهموني الأخوة اللي هم مع الثورة غلط، وهذا أمر هام للغاية يعني. طبعا أنا أتمنى كل المناطق يسقط فيها هذا النظام على الأقل، أنه نحن السوريين آخر شيء رح نقعد مع بعض، ورح نتحاور على كل المواضيع الخلافية، وممكن نحلها على طاولة المفاوضات بأي شكل من الأشكال. طبعا شفنا كتير فيديوهات كمان بشعة كانت بصراحة، طبقت على جنود سوريين، يعني محاكمات أو إعدامات ميدانية، أمور هيك بصراحة يعني مؤلمة جدا. يعني خلاص اعتقلوهم وودوهم وتقدموا للمحاكم، حتى ولو كانوا جنود، ملطخ ايدهم بالدماء كذا، راح ياخذوا عقابهم. يعني اللي بيصير هذا الشيء يعني خارج اطار البشريه يعني كمان، وهذا يعني بيزعل بشكل كبير. وهون نحن يعني بيضل هذا سوري، يعني حتى ولو اقترف جرائم او قام باعمال او وقف مع نظام بتقدر بتحاكمه محاكم عادله. واعتقد انه هذا من مبادئ الاسلام ايضا، يعني هذول اللي بيكبروا وبيغتالوا الناس. و ابراهيم الشمري، شو في غرب الفرات اخوي؟ وين غرب الفرات تقصد فيه؟ جماعه الهفل؟ جماعه الهفل صاروا عند شو اسمه النظام اخوي، عم يدافعوا عن النظام. اذا بتقصد تبعين الدير الزور وغرب الفرات هونيك، صاروا مع النظام، عند النظام وراحوا. بغرب الفرات ما في شيء، ما في شيء ابدا. اما اشوف الاخبار هلا كمان بشكل سريع اذا في شيء. مطلعين بيان وزارة الدفاع السورية
بأنه سننتقل قريبا إلى الهجوم المعاكس لاستعادة جميع المناطق. هاي وزارة الدفاع السورية بعد ما رجع بشاروف من موسكو طلعت هذا البيان الآن من شوي. طبعا الروس أيضا تركوا السبع قرى اللي موجودة في دير الزور، وأعتقد أنه قريبا راح تدخلها مجلس دير الزور العسكري أيضا. هاي المناطق راح تنتهي فيها. طبعا الحركة اللي حصلت كتير ما فهموها، كتير بيتساءل شو هي هاي الحركة اللي حصلت، وبدي أدخل بالمسائل الدولية، بدي أترك المسائل الداخلية. حماس سقطت، حمص سقطت، فلان قرية سقطت ولا فلان قرية كذا، هذه الأمور رح أتركها، رح أدخل فيها بالمسائل الدولية الحساسة والسياسية بهذا الموضوع، وهذا المهم بالنسبة لنا بشكل كبير. طبعا مثل ما قلنا لكم في اتفاق ما بين الهيئة وما بين وحدة حماية الشعب الكردية أنه ما بيتضاربوا بيناتهم نهائيا. المناطق اللي تسيطر عليها وحدات حماية الشعب الكردية محددة ومرسومة، والمناطق الأخرى يسيطر عليها ثوار والهيئة، وهذا أمر متفق عليه ما بيناتهم. وهذا كان واضح اليوم لما فاتت قوات يابكي واستلمت مطار حلب بعد ما تركها النظام السوري، وليس كما يروج السوركيين، وليس كما يروج السوركيين والله أخذوها وكذا. ما طلقت رصاصة بيناتهم نهائيا، وإجوا سلموا المطار للهيئة وبكل سهولة، وأخذوا مناطق تانية. إجوا الهيئة سلموهم أيضا مناطق تانية مقابل للمطار كانوا متفق عليها، دخلوا الهيئة عليها قبل، انتهى الموضوع هذا نهائيا. حاول بعض الكتائب السوركية المحسوبة على تركيا بأنه تقتحم الشيخ مقصود. من شوي تلفزيون سوريا كمان أعلن أنه مقتل 9 من الجيش الوطني اللي حاولوا عن طريق القناصة الموجودين في الشيخ مقصود، حاولوا دخول حي الشيخ مقصود. قبلها أيضا 15 واحد تقريبا قتلوا، حاولوا الدخول إلى الأشرفية. هلا النداء اللي أنا ببعته للهيئة والأخوة الموجودين في الهيئة أنه توقف هاي الكتائب التركمانية أو السوركية من التجاوزات على المناطق الكردية حتى ما تصير فتنة. يعني نحن كشعب سوري بشكل عام بحكيها، وأنا أتكلم هنا كسوري، بغنى عن الفتن الآن. بدنا نركز كل واحد على المناطق تبعيته ويحميها من اللصوص وقطاعين الطرق والمجرمين والحرامية. ما طلعتوا انتوا الحرامية بحلب امبارح من السجن، ونحن مع اطلاق كل المعتقلين، لكن هناك معتقلين هم مجرمين. ايش اللي صار؟ هاجموا على المحلات وبلشوا بالسرقة بحلب وبالبيوت والكذا والهي، صح ولا لا؟ 600 واحد. صح ولا لا؟ كل المناطق لها خصوصيتها، ما في مناطق موحدة يعني نفس الشيء وكذا وهي. خلاص بالأساس عندما تحصل ثورات في أي مكان تحصل لجان شعبية تكون مسلحة أيضا، كلها تقوم بحماية مناطقها وأحيائها وكذا لحتى تنتهي وتتشكل حكومة وحدة وطنية، ويقعدوا الأطراف كلها يحلوا كل المشاكل اللي موجودة ما بيناتهم. فمن هون احنا ندعو كل الأخوة العرب أنه شوي خففوا من العجرفة والقذارة اللي كنتوا فيها خلال السنوات كلها اللي فاتت، وكنتوا حاملينها أنتوا أساسا من الإعلام التركي. أخي ما راح يتقدموا أكثر من حما، ما بعرف مدينة حما راح تصير ولا لا، ما راح يتقدموا أكثر من حما، راح يصير تدخل دولي. لبنان طلع قرار بإنهاء الأذرع الشيعية الموجودة لإيران في الإقليم كله، يعني سواء كان في سوريا ولا في لبنان ولا في العراق ولا في اليمن ولا حتى في المملكة العربية السعودية، موجود بعض الخلايا في كل مكان. طبعا شفنا إسرائيل شلون أنهت حزب الله تقريبا، وأنهت حركة حماس من قبلها.
طبعا هون التيتا هاي تبعيتها انه تركيا صار لها اكثر من سنه بسبب الازمات الاقتصاديه الكبيره اللي موجوده عندها، وتحاول انه تخلص من الملف السوري بشكل كامل، وعبء اللاجئين الموجود عندها في داخل تركيا، تحاول اي لقاء مع بشار الاسد لتحسم هاي الامور. طبعا كثير من اصدقائنا السوريين الاغبياء اللي بيظنوا انه تركيا بدها مصالحهم ومصالح الشعب السوري او الثوره السوريه، وهم غلطانين. تركيا تبحث عن مصالحها فقط. فلذلك حاولت كثير انه تلتقي مع بشار الاسد وتحل هذا الموضوع اللي داخل سوريا معه، وتدمج المعارضه باي شكل من الاشكال مع النظام، وتتخلص من اللاجئين الموجود عندها واعباء الاقتصاديه الكثير اللي موجوده في المناطق اللي ما تسمى بالمحرر ان كان الاقتصاد التركي، وخصوصا مع بعد ما دول العالم كلياتها اللي شالت ايدها من الملف السوري وبطلت تدعم اللاجئين بشكل كامل، يعني من سنه تقريبا، وكل المنظمات تقريبا انسحبت. فالاتراك حاولوا كثير تصريحات بمناشدات للروس، بوساطة عراقية، بوساطة إيرانية، بأي شكل من الأشكال يلتقوا مع بشار الأسد لينهوا هذا الملف. لكن بشار الأسد كان متعنت جدا بهذا الموضوع، وكان عنده مطالب صعبة جدا على الأتراك. فحصلت مسألة لبنان ومسألة غزة والقضاء على الأذرع الشيعية. استغلت تركيا هذا الموقف، وهذا من حقها بأمر واضح، بأنه إيش؟ تعطي الضوء الأخضر للهيئة أنه تقوم بالعملية العسكرية اللي حصلت. طبعا مناطق حلب ومناطق الحماة هاي وريف حماة كلها كانت بإيد الإيرانيين. كل هاي المناطق كانت بإيد الإيرانيين، وخصوصا حزب الله. لما حصلت مسألة حزب الله في جنوب لبنان، قام حزب الله بسحب قواته كلياتها الموجودة من الجبهات، وزج فيها في لبنان، جنوب لبنان، على أمل أنه تصير معركة برية ما بينه وما بين إسرائيل. لكن فشلت وما صار في معركة برية نهائيا. فكل المناطق هاي بقوا فيها عدد قليل من الأذرع الشيعية ومن حزب الله. وكان يظن بشار الأسد أنه هاي مناطق خفض تصعيد، وما راح يصير هالهجمة بشكل هذا الكبير، ممكن مناوشات كذا كذا، بيرجعوا للروس، بيرجعوا للإيرانيين، بيصير فيها خفض تصعيد، ينتهي هذا الموضوع. الأتراك هنا استغلوا هذا الموقف بعد تقارير مخابراتية بأنه الأذرع الإيرانية انسحبت من كل البقعة الجغرافية هاي. حتى ولو كان بشكل غير مباشر، الأتراك سمحوا للهيئة بأنه تقوم بعمليات حتى يضغطوا على بشار الأسد. طبعا هون الهيئة أيضا تقدم نفسها على أساس إيش؟ أنه نحن أوراق اعتماد جيدة، ونحن قادرين أنه نحارب الأذرع الشيعية هي الأعداء لإسرائيل. فهذا ممكن يجلب لهم التأييد والدعم، ويشفع لهم عن الماضي اللي كان متعلق بتنظيم القاعدة، ويلمع صورتهم أمام العالم، ويرجعهم مرة أخرى كقوة سورية معتدلة. وهو حاول يعدل من سلوكه كتير، سواء كان أبو محمد الجولاني والهيئة أيضا، وانتقل إلى مرحلة فعلا غير كتير، سواء كان فكريا أيضا وكان إداريا موجود في إدلب. لكن القوى العالمية لا تنظر بالطريقة هاي اللي بينظروا إليها. يعني بالنسبة لهم، خصوصا التنظيمات الراديكالية، وعلى رأسهم تنظيم داعش أيضا، هي تنظيمات إرهابية موضوعة في قوائم الإرهاب. وهنا هذا ليس رأيي أنا الشخصي أبدا،
بالعكس أنا أتمنى أنه بعد ما عدلوا سلوكهم وكذا أنه يتقبلوهم المجتمع الدولي، لكن ما أتمناه شكل، والواقع اللي يفكر في الدول العالمية شكل آخر مختلف تماما. فقدم أوراق اعتماده بأنه أنا قادر أني أحارب الأذرع الشيعية الموجودة في سوريا وأطلعهم من المنطقة كلها. طبعا هنا بالنسبة للأمريكان حتى ولو ما في يعني تواصل مباشر، دائما في خطوط اللي هي قطر، الإمارات والدول هاي اللي دائما تفتح معاهم قنوات للاتصال. طبعا إذا قدم أوراق اعتماده بأنه أنا قادر إني أحارب الإيرانيين والأذرع الإيرانية في سوريا وأخرجهم منها، ما عندهم مشكلة تماما، تفضل روح تقدم وقاتلهم. طبعا هنا ما في ضمانات أمريكية للموضوع بعد ما يتقدموا يقاتلوا الأذرع الإيرانية أنه مثلا راح يستجوبوا معاهم وراح يضموهم لمشروع سوريا الجديد. هذا أمر مستحيل بالنسبة للأمريكان والإسرائيليين، وما بيقوموا بهاي المسائل حسب دراستي للتاريخ. طبعا هم راح يستفيدوا من هؤلاء بمحاربة الإيرانيين حتى لو ما دعموهم. كل دولة لها مصالح في هذا الموضوع. الأتراك لهم مصالح كبيرة جدا بهذا الموضوع. أول شيء المصلحة الأولى أنه مساحات شاسعة راح تصير مرة أخرى بيد المعارضة السورية، وهذا راح يخليهم بكل سهولة يرجعوا 4 مليون أو 3 كما يدعون 3 مليون لاجئ سوري في الأراضي التركية إلى تلك الواقعة الجغرافية. تحدثت امبارح قلت لكم أن المنطقة كانت ضيقة وصغيرة جدا، وفيها ما يقارب 6 مليون أو 7 مليون مكتظة سكانيا، خصوصا إدلب، مناطق عفرين اللي تم احتلالها أساسا. ليش تم احتلال عفرين؟ لحتى تنسحب المعارضة من كل سوريا وتجي يحطوها في تلك البقعة الجغرافية الصغيرة. إدلب لوحدها ما كانت تكفي، إدلب لوحدها ما كانت تكفي، فأخذوا عفرين وجابوا فيها أهل حماة وأهل غوطة وأهل كذا، كل اللي انسحب مع المقاتلين وعوائلهم لهونيك. الآن لا تستحمل تركيا وقت طويل جدا أكثر من 10 سنوات هذول بالمسألة اللاجئين داخل أراضيها، فلا بد كان من حل. ونظام بشار الأسد ما نرد يعني يجلس معاهم، ما نرد يعني إنه يجلس معاهم ويلاقوا حل لمسألة اللاجئين الموجودة في تركيا. وكان في ضغط شديد من المعارضة التركية، وكانت قضية اللاجئين السوريين دائما قضية مؤثرة جدا في أي انتخابات كانت تحصل في تركيا، سواء كانت رئاسية أو برلمانية. لو بيك خير تترك إدلب تروح على دير الزور وتطلع أهلك من جو الإيراني. الإيراني انسحب من كل المناطق، باقي بس بدير الزور. على كل بدنا أعيد بشكل سريع مشان التسجيل ما يخرب. طبعا قلنا لكم انه لما حصلت اتفاقيات استانا ووافقت المعارضة السورية انه تسحب قواتها وتنهي الثورة السورية، وهي حقيقة سحبوا قواتهم من كل مكان. فكانت منطقة إدلب صغيرة جدا وراح تكون مكتظة سكانية بشكل كبير، فكانت عفرين مقابل الغوطة، تذكروا هذا الكلام. وجابوا أهالي الغوطة وجابوا أهالي المناطق كلها وحطوها في المنطقة الجغرافية الصغيرة جدا هاي اللي موجودة في غرب الفرات. فالعدد كان هائل جدا. طبعا عدد اللاجئين السوريين في الأراضي التركية طبعا أيضا هائل جدا حسب تقاريرهم، يعني وصل ل 5 مليون وبعدين انخفض إلى 4 مليون، والآن يتحدثون في 3 مليون ونصف، وهذا عدد كبير جدا بالنسبة للاجئين. وكان الفترة الأولى يستفيد منها حزب العدالة والتنمية وأردوغان بشكل كبير،
لأنه كان يروج أنه نحن والسوريين أخوة وهم المهاجرين ونحن الأنصار، وبالكلام هذا العاطفي اللي كان بيجيب الأتراك. بعدين انقلبوا الأتراك بشكل كبير على اللاجئين السوريين، وخصوصا أحزاب المعارضة اللي روجت، وحتى انقلب الشعب التركي أيضا على اللاجئين السوريين اللي موجودين فيها. فأصبح مسألة اللاجئين السوريين تؤرق حزب العدالة والتنمية بقيادة أردوغان. فلذلك يعني حاولوا التخلص من هذا اللاجئين بأي شكل من الأشكال، وكان يعني صاروا سنة بيدعو بشار الأسد للقاء واحد فقط، حتى ولو لقاء واحد فقط، لحتى يتفقوا على هاي المسائل ويتم تسليم المعارضة والمنطقة كلها واللاجئين بأي شكل من الأشكال إلى النظام السوري، والتخلص من هذا العبء الاقتصادي الكبير جدا سواء في مناطق المحرر أو داخل الأراضي التركية. لكن تعنت بشار الأسد كان هو السبب أنه ما كان يصير بيناتهم لقاء، وكان في طلبات مسبقة كانت صعب على تركيا تنفيذها حقيقة أيضا، أنه من دون قيود وشروط تنسحب فورا من الأراضي السورية. كان أمر بالنسبة لتركيا يعني أيضا في صعوبة، من دون ما ألتقي معك، من دون ما أتفق معك، من دون أي شيء تطلب مني أنه فورا أنسحب بشكل كامل، حتى ولو كانت الأعباء الاقتصادية هائلة وأنا بدي أتخلص من الملف بالأساس. أيضا في صعوبة من هذا الموضوع لأنه ما في مكاسب لتركيا نهائيا. طبعا هنا في اتفاق أمريكي بريطاني ضمني عن طريق دول الخليج اللي على رأسها قطر أيضا، اللي هي دائما عندها علاقات مع المنظمات الراديكالية الموجودة على مستوى العالم كلياتها. فأبدت الولايات المتحدة الأمريكية موافقتها. على الأقل الولايات المتحدة الأمريكية في سياسات أنا أعرفها أنه إذا ما وافقت وما أعطت رأي، على الأقل راح تقول الأمر لا يعنيني، والأمر لا يعنيني هذا الحال ضوء أخضر، أنه الأمر لا يعنيني يعني أنا ماني ضده. والإسرائيليين يصرحون بشكل واضح أيضا بأنه هن الأمر أيضا لا يعنيهم، يعني ما لهم إيد بهذا الموضوع. وفعلا الإسرائيليين ما لهم إيد بهذا الموضوع. بالنسبة للمصالح هنا مثل ما قلنا لكم، تركيا أنه بقعة جغرافية كبيرة جدا تتخلص من المخيمات الموجودة فيها، على الأقل في 500,000 فقط في ريف حلب، فقط في ريف حلب وحلب، أنه قدر ترجعهم هذولا. والمناطق الأخرى أيضا إذا حما بقعة ريف حما وكذا يستطيعون أنه كل الكتائب اللي موجودة أيضا الانتقال إلى تلك المناطق، لأنه لازم تتوزع القوى العسكرية أيضا والمخيمات أيضا، فالعبء يخف حتى على عفرين راح يخف. والبيوت اللي أخذوها واللي سكنوا فيها في عفرين والأراضي والكذا، يعني اللي عنده أرض بده يرجع لأرضه، واللي عنده كذا بده يرجع، باستثناء المناطق البعيدة مثل الغوطة والزبداني وغيرها وغيرها، لكن هدول يعني ما هدوك الأعداد الكبيرة جدا. فهنا في مصلحة تركيا مثل ما حكينا لكم إياه، أنه الفائدة أنه يرجعوا اللاجئين الموجودين، يخففوا الأعباء المالية الموجودة على الأتراك، الناس ترجع لبيوتها أيضا، يحاولوا يشيلوا هاي المخيمات اللي موجودة، اللي مضطرين منظمات عديدة جدا تقدم لهم الأكل والشرب والمعونة والأمور هاي كلها، حتى ولو كانت مخيمات. طبعا بغض النظر عن المسائل الإنسانية أيضا، أنه هؤلاء الناس اللي موجودين في المخيمات يعني جيل أصبح، اللي كان عمره سنة صار عمره 13 سنة، واللي كان عمره 10 سنوات صار عمره 23 24 سنة. وكانت تركيا أيضا دائما تطالب من بشار الأسد أنه تعمل محافظة حلب بإدارة مختلطة ما بينها وما بين النظام، أو تسليمها للمعارضة لحتى تستطيع أن ترجع اللاجئين الموجودين فيها على مدينة حلب، لأنه مدينة حلب مدينة كبيرة وتستوعب كثير. وأيضا اللاجئين السوريين اللي موجودين في تركيا أغلبهم من حلب ومن ريف حلب، فما كان يرضخ له بشار الأسد. هلا حكينا عن المصالح الأمريكية، أنه وين المشكلة؟ هذا إرهابي بالنسبة لي أنا مصنفه، وهذا إرهابي أنا مصنفه. يعني
الهيئة مصنفة على قوائم الإرهاب كونه هي تابعة لتنظيم القاعدة، والأذرع الشيعية الموجودة أيضا مصنفة على الإرهاب وهي بتحاربهم الولايات المتحدة الأمريكية. فإذا هذا تقاتل مع هذا شو بيضر الولايات المتحدة الأمريكية؟ لا بالعكس مستفيدة. مين استطاع يغلب الآخر أنا راح أضرب وأنظف الثاني من بعده. هاي مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية بهذا الموضوع. فما عندهم مشكلة نهائيا، راح يقول لك الأمر هذا لا يعنيني وخليهم كلياتهم يتقاتلوا على الأراضي السورية. وأصلا هاي المناطق كلها ليس ضمن النفوذ الأمريكي العسكري، هنا أقصد فيه ليس ضمن النفوذ العسكري الأمريكي تلك المنطقة. فشو ما بيصير فيها تحت النفوذ الروسي. وأنا هنا خلقت بلبلة للروس أيضا في تلك المنطقة، وكمان قلصت من الرقعة الجغرافية اللي بيسيطر عليها الروس، لأنه إذا حصل أي توافق في أوكرانيا أقدر أنا أساوم الروس على مطالب أقل داخل سوريا. فالولايات المتحدة الأمريكية أكبر المستفيدين من هذا الموضوع، وراح تكون حرب كبيرة جدا وحرب مكلفة جدا، وراح تكلف كتير من الشعب السوري، بس لسه ما بلشت. هلا يبدو انه خلال اليومين القادمين راح نشوف معركة كبيرة جدا ما بين الأذرع الشيعية اللي راح تدخل إلى سوريا مع جماعة المعارضة السورية، لأنه طلع القرار يبدو بأنه راح يبعثوا الحشد الشعبي من العراق إلى سوريا. وعلى فكرة أمريكا ما راح تتدخل، لا راح تقصف هذول الشيعة ولا راح تقصف الهيئة أبدا. إذا كانوا جماعة الهيئة يظنون بأنه أمريكا راح تجي وتساعدهم وتقصف الأذرع الشيعية، طبعا أنتم واهمين كتير كتير. ديروا بالكم، أنتم وهمانين كتير كتير. أمريكا راح تحط رجل على رجل وتتفرج عليكم من شرق الفرات وأنتم تتقاتلوا، لا راح توقف مع هذا ولا راح توقف مع هذا. ومين اللي بينقتل من الطرفين راح تكون مبسوطة. وهذا راح يصير بعد فترة. بعدين راح تجي الحرب الثالثة. الحرب الثالثة راح تجي بعدها. الحرب الثالثة راح نتحدث فيها في وقت آخر، مو هلا مو اليوم، لأنه هي بعد التصفيات. احنا عندنا تصفيات، هلا بلشت التصفيات، وبعدين عندنا الجولة الثانية من التصفيات، ولدينا الحرب الثالثة وهي الحرب النهائية في سوريا، وهي الحرب اللي راح تكون الأكبر والطاحنة في سوريا. حقيقة هاي. بس والله قلت انه للأسف الشديد، وهي للأسف الشديد أنا اللي متأسف أيضا، وأتمنى أنه ما تحصل. كثير من تحليلاتي على فكرة أنا ما بتمناها تحصل، كثير مو جزء قليل، وأغلبها أتمناها ما تحصل. لكن بالحقيقة أنا أفصل دائما عقلي عن قلبي. عندما أفصل عقلي من قلبي بطلع منه التحليلات فعلا اللي راح تصير، وما بعطي حلين، بعطي حل واحد فقط، لأني ماني محلل سياسي. أنا ماني محلل سياسي، لا أعطيك احتمالات، احتمال هاي واحتمال هاي واحتمال هيك واحتمال هيك، لا، ما بعطي حل واحد وتصور واحد فقط. وعندما أقول أعتقد بالمسألة الفلانية أنا بكون لسهولة الكلام بقول أعتقد، أنا أكون جازم فيها، متأكد 1,000,000% منها، فهو كلام مؤكد. حاليا وضع الكرد ما في شيء نهائيا بالنسبة لنا، مثل ما قلت لكم، لا الهيئة وفي اتفاق ما بيننا وبينهم، ما في شيء نهائيا. بعض الكتائب التركمانية اللي راح تعمل بعض المناوشات اللي بتحاول، بنشوف بصاحب الشيخ مقصود تال رفعت منبج انه تتحرك تعمل ضربات او شيء، عم يوقفوها عند حدها. ترى حتى قرار تركي الان
ما عندهم قرار بالحرب داخل سوريا. طبعا الروس أبلغوا الأتراك بشكل واضح وصريح ممنوع انطلاق الطيارات التركية فوق الأراضي السورية أبدا، أنه تساند الكتائب ما في أي طيارة تركية رح تسقط. فإن كانت حرب برية رح يقودوها، صدقوني ما رح يقدروا القوات قسد أبدا.